مساء الفل على حضراتكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. عارفه ان انا غبت عليكم فتره كده في سلسله في الرحله، ولكن الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بدات الحمد لله بالي اكتر من شهرين برنامج الخاص بيا، برنامج نسخه احلى مع نرمين البحيري. اللي متابعني تابعوني، واللي لسه مش متابعيني تقدروا تتابعوني على قناه هي برنامج نسخه احلى كل خميس الساعه 11 او على صفحه البرنامج. شغلت شوية عنكم بس يلا راجعين ومكملين مع بعض سلسلة في الرحلة، وعندنا لسه كلام كتير عايزين نقوله مع بعض. واحنا في رحلتنا مع بعض بنحاول كده نساعد بعض وايدنا في ايد بعض علشان نقدر ان احنا نعدي كده رحلتنا بسلام. يا ترى النهاردة هنتكلم على ايه؟ يا ترى وانتي ماشية في الرحلة كده وانت ماشي في الرحلة، عارفين انتوا رايحين فين؟ ولا ادينا عايشين وهي ايام بقى وبنقضيها ويوم ورا يوم وادينا نفس الروتين ونفس كل حاجة؟ واحنا ماشيين في الرحلة مهم جدا جدا ان كل واحد فينا يبقى عنده نقطة، عنده هدف هو عارف ان هو رايح له. احنا مش ماشيين كده وعلى الله حكايتنا. مرة عملت لعبة مع مجموعة من التينيجرز، خدتهم كده في أوضة وخدت بنوتة كده وقفتها قلت لها أنا عايزاكي تقفي هنا وعايزاكي توصلي للحيطة اللي هناك دي. فقالت لي يا سلام بسيطة. طلعتها بره الأوضة ودخلت كده قعدت أنا وبقية المجموعة، حطينا شوية بلوكس وكراسي وقعدنا عملنا شوية كركبة كده في الأوضة. غمضت لها عينها ودخلتها الأوضة وقفتها في نفس المكان. قلت لها يلا أنا عايزاكي بقى تروحي للحيطة اللي اتفقنا عليها. طلعت بقى وهي مقبله كده بقى على الحياه، اخدت اول كعبله. ايه ده ايه ده ايه ده، ضحكت، احنا ما اتفقناش على كده. بدات تاخد الحذر بتاعها، تمشي بالراحه ويمين وشمال لحد ما وصلت الحمد لله على السلامه. طلعتها بره الاوضه تاني ورجعنا غيرنا السيت اب تاني، وبعد كده دخلتها وهي مغمضه عينها برضو. قلت لها انت واقفه هنا مطلوب منك توصلي لاي حيطه في الاوضه، انت وشطارتك، يعني مش هقول لك روحي الحيطه دي، اي حيطه وصلي لها. طلعت بقى المره دي وهي واخده بقى حذرها، بتمشي بالراحه، تاخد اول كعبله، تاخد مش عارفه ايه بلا بلا بلا، فضلت كده لحد ما اتعصبت وقلعت الماسك من على وشها وقالت مش مكمله وايه اللي انتوا بتعملوه ده، واتعصبت. اشمعنى هي تاني مره اتعصبت واول مره كانت بتضحك؟ عشان اول مره هي كانت عارفه هي رايحه فين، فبالتالي ما كانتش خايفه، ما كانتش قلقانه. عرفت تتعامل مع البلوكس اللي طلعت لها بحذر، مقلقه الناس دي مخبيه لي ايه، بس عرفت اوصل. ولكن تاني مرة عشان هي ما كانتش عارفة هي رايحة فين، فضلت تتشقلب في الأوضة يمين، طب أجرب شمال، طب أروح هنا، طب أرجع هنا، طب أخد الناحية دي، لحد ما زهقت وفرهدت وقلعت البتاع. فده اللي الحياة بالظبط هتعمله فيك وهتعمله فيكي. لو أنا ما عنديش هدف هفضل الحياة بتلطش فيا، بيقولك أنا ملطشت الريح كده، عمال اللي رايح وجاي بيلطش فيا، عشان انت مش مديني اشاره انت عايز تروح فين. فداخل يمين شويه تاخد التحديات اللي هنا، تزهق تقوم داخل شمال شويه تاخد التحديات اللي هنا. مش هينوبكوا غير التحديف والبلوكس اللي الحياه هتعمله معانا. فاذا مهم جدا جدا جدا، لازم وانا ماشي في رحلتي على الارض يبقى عندي هدف ونقطه محدده انا عايزه اروح لها. ويعني ايه محدده؟ في ناس كتير بتعتقد ايوه انا عندي هدف، انا عايزه اكون انسان ناجح في حياتي. ايوه نرمين انا هدفي اكون انسانه واثقه في نفسي. ايوه نرمين انا هدفي ان انا اعمل كذا. كل دي اشارات بالنسبه لعقلك ما تعتبرش اهداف. انا مش فاهم ايوه يعني اعمل ايه، يعني ايه عايز تبقى انسان ناجح، انا ما فهمتش. يعني ايه عايزه اكون منظمه، يعني ايه عايزه اكون واثقه في نفسي. فمش بس مهم اني احط هدف، لازم عقلي يفهم الهدف ده بوضوح. عايزه اتعلم اني اكون قادره اتكلم قدام الناس بشجاعه وبحريه وبطلاقه. عايزه اتعلم في شغلي احقق الحاجه دي واعملها بالاحتراف المعين اللي شكله واحد اتنين تلاته. لازم افهم عقلي الحاجه دي شكلها ايه، لازم اشرحها لك. لكن بقول لك كلام عام ابقى ناجح ابقى معايا فلوس، عقلك قاعد خدتش اي اشاره، مش فاهم اي حاجه. طيب يبقى هنحط هدف، والهدف ده لازم يكون واضح ومحدد. زي كده بالظبط لما بنيجي نقول واحد صاحبك هل ينفع تقول له وديني مهندسين، هيبص لك كده ايوه يعني فين في مهندسين، ولو وداك هيوديك ويرميك ويسيبك. بس لو انت قلت له انا عايزه اروح عماره رقم كذا شارع كذا المنطقه الفلانيه، هيوصلك الحمد لله على السلامه، انت وصلت فعلا لمكان. ما ترميتش كده في مكان وانت واقف تايه وسط المهندسين، ايوه اعمل ايه بقى دلوقتي. فمهم اول حاجه نحط الهدف يكون واضح. طيب لو ما حطيناش هدف ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى حاجتين، ودي بتكون اكتر في النقطه الاولانيه، بتكون اكتر عند السيدات اكتر من الرجاله. ولكن حابه اقول لكم لو انت ما حطيتيش هدف لنفسك هتعيشي بتحققي اهداف الاخرين، هتعيشي ضمن مخططات الاخرين. يعني ايه؟ ناخد مثال. مشكله دايما بتجيلي
إنه دايمًا مثلًا نلاقي مجموعة من الإخوات، في إخوات متجوزين وفي لسه أخت منهم مش متجوزة، بس هي بتشتغل وعندها حياة. هي اللي دايمًا مطلوب منها إنه مثلًا لو الأهل في حالة صحية معينة، في أي واجبات عائلية، في أي ضغط، في أكل، في مشاوير، في كل حاجة أنتِ اللي بتعمليها. ليه؟ عشان أنتِ فاضية، أنتِ ما بتشتغليش، أنتِ اللي قاعدة في البيت، أنتِ ما وراكيش حاجة. لكن إحنا متجوزين، عندنا شغلنا، عندنا حياتنا، عندنا ولادنا، عندنا، إذًا أنتِ اللي تعملي كده. فتيجي لي أوقات ناس كتير بتعيط تقول لي: نرمين أنا أوقات يعني باقعد أتحايل على إخواتي، عايزة أخرج مع أصحابي، حد ييجي يقعد مثلًا، مامتي ما ينفعش تقعد لوحدها، لأ إحنا مش فاضيين، أنتِ فاضية، أنا مش فاضية آجي أعمل ده. فلو أنا ما عنديش أهداف والأهداف دي متمسكة بيها وعندي وقت ولازم إن أنا هادافع عن الأهداف دي وإن أنا أحققها، هاعيش دايمًا أنا باحقق أهداف الآخرين. فالناس كلها بترمي لي: أنتِ فاضية بقى، روحي اعملي بقى المشاوير، خدي بقى العيال وديهم عند بابا وماما عشان أنا مش فاضي، ليه داخل أنام، خدي بقى روحي أنتِ باركي لطنط فلانة واعتذري لها بقى عشان أنا مش فاضي، روحي بقى بالمرة هاتي لنا ما أعرفش إيه واعمليه. كل واحد هيبقى عنده أهدافه، فعندي أعبائي، يلا أنتِ اللي فاضية يلا ارمي، خدي عندك شيلي، روحي أنتِ اعملي، عشان أنتِ ما عندكيش هدف، عشان أنتِ كمان ما عندكيش حاجة تقولي لا والله يا جماعة أنا مش فاضية، أنا كمان في الوقت ده عندي الهدف بتاعي في الدنيا اللي بسعى ليه. فلو ما عملتش وما حطيتش تحدي هدف ليا، هتوه في الدنيا، هاخد كده تلطيشات كتير وتحديات كتير، هكون انا بحقق جزء من مخططات الناس، وان الناس هتكون دايما بتستغلني علشان احقق الاهداف بتاعتهم. تالت حاجة عايزة اقولها لك، انه احنا عايشين يا جماعة في عصر احنا كلنا مطمع. ايوه، مطمع للسوشيال ميديا. كل واحد دلوقتي بقى معاه اي وسيله ان هو يقدر يطلع على السوشيال ميديا، كله طمعان فيكي، كله طمعان فيك، كله طمعان في تركيزك، في وقتك، في انتباهك، في فلوسك، في افكارك. كله لا اسمعني انا، لا اسمعيني انا، لا اشتري من عندي انا، لا اشتري من عندي انا، لا لا انا اللي بقدم احسن، لا انا بقول احسن، بص ده انا عامل لك نظام تقسيط، لا بصي بقى ده انا عامله لك عرض اشتراك شهري ما اعرفش ايه. كل الحياه بتقطع فينا، كل واحد بيقول لك لا بص هنا، لا اسمع هنا، لا اعمل هنا. الحقيقه هم اللي طمعانين فيه هو عمرك، مش وقتك، مش بس انتباهك، مش تركيزك، لا هو عمرك. عمرك ورسالتك اللي انت هتتحاسبي عليه واللي انت هتتحاسب عليه يوم هتقابل ربنا عن عمرك فيما انت افنيت عمرك في ايه؟ انت كنت بتعمل ايه؟ انت كنت جاي تلعب وتهزر، كنت جاي تهزري وتقعدي تسكرولي كده على السوشيال ميديا، ده اللي انت كنت جاي عشان تعمليه؟ انت اتشتتي عن الهدف الرئيسي اللي انت اصلا مخلوقه عشانه. فعشت برضو بساعد الاخرين يحققوا اهدافهم، بس انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انا قاعده بضيع عمري وقاعده بتفرج وقاعده عماله بشوف مين بينجح، مين بيحقق، ومين بيقول ايه، ومين بتتغير، ومين بتحلو، ومين بتوحش، ومين بتتجوز، ومين بتتطلق. كم تشتيت رهيب عمال بيدخل لعقلك منسيكي ان انت مش جايه الدنيا متفرج، انت جايه الدنيا عشان تعملي حاجه. انت جاي الدنيا عشان عندك رساله. ربنا ما خلقناش كده عبثا كده جايين ناكل ونخلف ونتجوز ونموت وخلصت على كده. اذا انتبهوا، لو ما عنديش هدف كل شويه يفكرني لا 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 ده انا عندي هدف، لا لا ده انا عندي نقطه عايزه اوصل لها، لا 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 ده انا عندي حاجه عايزه اوصل لها، مش هقدر انتصر على الحاجات اللي بتشتتني، مش هقدر ان انا افرمل نفسي ان انا ما ورايش حاجه بقى ما انا قاعده. فإذا مهم جدا 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 ننتبه لأهدافنا وللآخرين والخطط اللي بيبصوا لنا كده وعايزينها مننا، ومهم جدا ما نقعش في فخ واحنا حوالينا كده كل الإغراءات والناس اللي طمعانة فينا في السوشيال ميديا. لازم نبقى عندنا كنترول لوقتنا ولعمرنا علشان نركز في أهدافنا احنا، والعمر ما يجريش ويسرقنا كده ونلاقي نفسنا في الآخر ايه ده احنا ما عملناش أي حاجة، الناس حوالينا عملت ونجحت واتغيرت واحنا لسه واقفين محلك سر. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. رجعنا اهو زي ما بنقول اللي بيتفرج علينا لاول مره، احنا مكملين في سلسله في الرحله. اللي متابعنا خليكم متابعينا، واللي لسه اول مره بيتفرج علينا ابتدوا معانا كده الرحله من اولها وخدوها معانا من اولها. سخنا كده النهارده وقلنا بس عايزين يبقى عندنا اهداف ونقطه عايزين نروح لها. هنكمل لسه، الكلام لسه جاي، خليكم متابعينا وشكرا ليكم.